مساء الفل على كل اللي بيشوفوني في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى من رب العالمين في يوم مهم جدا، هو يوم برنامج بكل جراءة. كل يوم حد بتشرف بوجودي مع حضراتكم، ودايما خلينا فاكرين ان اول دعوانا في كل الحلقات اللهم انصر غزة، اللهم اربط على قلوب كل اللي فقدوا ابنائهم واخواتهم، اللهم ارحم كل شهداء فلسطين. ودائما وابدا اقول لا عزاء لاصحاب الصوت المحايد. صوت الحياد وقت الحق خيانة. وبقول ان احنا كلنا في وقت مهم جدا لازم ايدينا في ايدين بعض. ليه؟ علشان ده وقت مفيش فيه دقيقة تعدي غير واحنا كلنا على يقين ان احنا نقدر وهنقدر بإذن الله ننتصر على العدو الغاشم الصهيوني. بقول دائما وابدا الانسانية كل يوم بيتكتب في تاريخها ان احنا مقصرين في ان احنا نقول الحق ونقف جنبه وندعمه. 29 نوفمبر هو يوم التضامن الفلسطيني. يعني ايه؟ مجلس الامن يوم 29 نوفمبر سنة 77 قرروا انه يكون ده يوم التضامن. منين؟ من مجلس الامن، مش دولة عربية، لا، مجلس الامن قرر ان اليوم ده يوم التضامن. طب انتوا يا جماعة يوم التضامن ده هتقولوا لاسرائيل ان انت غاشمة؟ هتقولوا لاسرائيل ان انت بتاخدي حق مش حقك؟ هتقولوا في اليوم ده ان كنتوا سنة 77 لغاية النهاردة بنطلب بحل الدولتين؟ هل يا ترى حد فيهم طلع في يوم التضامن قال ان اسرائيل بتقتل الانسانية؟ محدش قال. طب انتوا 29 نوفمبر ده يوم ايه؟ يوم علامة كده. يعني ايه؟ يعني بنفكركم، نفكر نفسنا ان هنا في شعب بيتقتل وشعب متاخد حقه وشعب اغتصبوا ارضه. يعني مجلس الامن طلع قال كده، لكن هل يا ترى مجلس الامن طلع قال ان اسرائيل بتقتل الاطفال والابرياء العزل؟ ما قالش. هل يا ترى مجلس الامن رفع قضية في المحكمة الدولية الجنائية يقول ان اسرائيل بتمارس جرائم الحرب ضد المدنيين العزل؟ ما قلتوش. انتوا كل اللي انتوا قلتوه ان هو يوم التضامن. يعملوا ايه؟ ما بنعملش حاجة. بنكتب في ورقة كده علامة اسمها ان المجلس الامم المتحدة بتقول ان ده اليوم اللي لازم كلنا نتضامن مع الفلسطينيين. ايه ده؟ طيب مجلس الامن فين من اللي بيحصل دلوقتي في يوم التضامن؟ فين في اكتر من 15,000 جريح داخلين في اليوم ال56 ولا ال57؟ اكتر من 15,000 قتيل. ما نعرفش الجرحى وصلوا عددهم لكام، وكل لحظة بتعدي علينا الارقام عمالة بتتغير، فانا مش قادرين نحكم الاعداد. اعداد رهيبة، اطفال وستات وشيوخ ومباني وشوارع زي ما تقول. قول فين بقى مجلس الامن من يوم التضامن؟ طب يوم التضامن ده بتعملوا ايه؟ تعملوا بوست كده تكتبوا فيه ولا تويتر على تويتر تقولوا فيه ان انتوا بتتضامنوا؟ هو ده التضامن اللي بيعمله يعني من اكبر المنظمات اللي في العالم؟ هي دي اللي بتعملوه التضامن بالطريقه دي؟ حد فكر يرفع قضيه على اسرائيل؟ حد قدر يقول لاسرائيل اللي انت بتعمليه ده لازم يقف وبسرعه جدا لان دي حرب، اباده جماعيه بتحصل للعزل؟ حد قال كده؟ ما حدش قال كده. علشان كده انا بقول سيبكوا بقى من الكلام اللي بيتقال وان الحق عشان يرجع احنا اللي نجيبه لنفسنا. محدش هيدور على حقك غير نفسك. هما بيقولوا كلام، مجرد كلام، مجرد وصفات، مجرد شعارات، لكن واقع ما عملوش حاجة. كل يوم بيعدي بشوف ان اللي بيحصل ملوش علاقة بالكلام اللي بتقولوه، كلام مش حقيقي. بشوف ان كل يوم بيعدي ناس بتموت وعادي جدا 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 عندهم، وبيعملوا كل حاجة ومش فارق لهم حاجة. بس خليني اقول لكم الشعوب باذن الله بره
هيبقى فيه سلاح، هو ده السلاح اللي هيحارب اسرائيل، الضغط على الحكومات. وان شاء الله ده يحصل ان الحق يرجع لاصحابه، يرجع لناس مش عايزه حاجه في الدنيا غير وطن كل يوم بتقع منه ورد، كل يوم ورد بيقع على الارض، ارواح بتطلع للسماء من صهيوني غاشم قاتل نازي، سموه زي ما تسموه. هتقولي لي انت كل حلقه بتقول كده؟ للاسف هقول كده، لان كل حلقه الاحداث بتزيد، الاحداث مش هنسكت عن الاحداث. مش هقدر ادور وشي عن الحدث، مش هقدر كل يوم ابقى انا قاعد اسمع في ارقام بتزيد واطفال بتموت وستات بتموت واسكت. مش هعمل كده. معايا خبر برضو في نفس الاطار. الصحفي الكبير الاستاذ ضياء رشوان قال لنا النهارده وطلع لنا من كام يوم، وانا بقول لحضراتكم الخبر معاه بيقول: مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة في غزة، وهذه حقيقة تعرض المعبر المصري للقصف. خلينا اقول لحضراتكم الخبر معايا. بيقول: اعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية. وكمان أضاف الأستاذ ضياء رشوان قال: من ناحية أخرى نفى تماما صحة ما تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، وطالب الجميع في الظروف الدقيقة الحالية الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد. ده معناه إن احنا أرجوكم نبطل فتي. نقول تاني نبطل فتي. الناس قاعدة على سرايرها ولا قاعدة على تليفوناتها عمالة تروج للشائعات. أرجوكم خليكم حريصين، وأنا بقول لكل المشاهدين في كل مكان، وأنا هنا ببقى حريص كل الحرص إن الجملة اللي نقولها تبقى من مصدر موثوق، يعني بعدي على أكتر من مصدر عشان آخد المعلومة بالظبط. لا وقت للانفرادات، مفيش كده. هناخد المعلومة من مصدرها ومصدر موثوق منه. المعبر بخير وسلامة، كل ده شائعات أرجو ما نصدقهاش، ويجب على الجميع الالتزام بما يصدره من بيانات، وإن البيانات تطلع من الجهات المسؤولة عن إصدار البيانات في هذا الخصوص. خبر تاني معايا، وده خبر مرتبط شوية باللي أنا قلته الحلقة اللي فاتت. الخبر غريب شويتين، هو مأمورية أمنية للقبض على كروان مشاكل تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره. شكلت الأجهزة الأمنية مأمورية لإلقاء القبض على كروان مشاكل بطل فيديو المطبخ الذي ظهر مع المتهمة إنجي حمادة في وضع يحرض على نشر الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري. مأمورية أمنية، وكانت أصدرت جهات التحقيق قرارا بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب. في دولة قلت لكم المرة اللي فاتت وفي الحلقة اللي فاتت وبعت لك بدل الرسالة 10 كروان، في دولة، في قانون. اوعى تفكر ان انتوا كده وانتوا على التيك توك انتوا في دولة تانية ولا في مكان تاني. في قانون يا جماعة. اللي هيطلع يقول كلمة على التيك توك يتحملها، اللي هيطلع يقول كلمة على التيك توك يكون مسؤول عنها، اللي هيطلع يقول اي حاجة يعرف ان في الاخر القانون بيفصل بيننا احنا الاتنين. هتطلع تشتم، هتطلع تعرض فيديو قليل الادب، هتطلع تعمل لنا فيديوهات ما تصحش، هتطلع تعمل فيديوهات مع الراجل الخاين اللي اسمه بهجت صابر، مش هينفع. هتقعدوا تلموا فلوس، والدولة بقول لكم انتوا في دولة، هنا في قانون، ومفيش عبرة، ما بتعتبروش. ما انتوا شفتوا اكتر من مره، بس انتوا فاهمين الموضوع غلط. انتوا قلتوا
احنا هتقبض علينا ليه؟ واحنا بنات؟ واحنا لابسين قصير؟ واحنا لا 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 لا، عندنا بلد ورئيس بيحميها. العدو مش بس بيبقى ماسك سلاح، العدو ممكن يبقى مننا واحنا مش واخدين بالنا. كروان مشاكل لما يطلع يشتم في ستات، يشتم. ومعمول لك دعوة بالمناسبة، المنتجة ليلى الشبح رفعت عليك وقالت انها حركت فريق قانوني ليها في انها تختصمك في دعوة قضائية لانك اسأت ليها بشكل علني على موقع التيك توك. كلامي ليك ولغيرك، لو انتم مفكرين انها سايبة، مش سايبة، ده في بلد وفي قانون وفي عقوبة. هي مش هيصة هتطلعوا تشتموا وتعملوا حاجات ما تليقش وولادنا يشوفوها، انسوا، مش هيتسمح لحد. مين اتسمح له؟ قولوا لي كده، هاتولي مين عدى حدوده واتساب. واللي بيعدي حدوده ده بيحمونا احنا منكم. تاني، القانون بفضل الله هيجيب حق كل بنت صغيرة سمعت كلامك العيب. القانون هيجيب حق كل طفل صغير ربناه احنا وانت اسأت في التربية، دخلت له من الحتة بتاعه تتفرج واضحك. كل واحد هيطلع يفكر انك لا مش هتتسأل، لا هتتسأل لانك انت مجرد ما بتسأل للمجتمع القانون ساعتها بيكون رادع ليكم. عشان كده انا بقول لكل واحد لسه بيعمل فيديوهات ايا كان هو مين، فنان، شاب عنده شويه متابعين بالملايين، ايا كان انت مين، اوعى تفكر ان المتابعين دول هيحموك من القانون لما تعدي حدودك. التزم الادب، التزم ان في اطفال بيتفرجوا، التزموا عشان خاطر البلد دي تقوم على حيلها. ما يبقاش الرئيس بيبني والشوارع بتتغير والمدن بتتغير واحنا اخلاقنا عماله بتتغير للأسوأ منكم. احنا في بلد ما فيش وقت للهزار، في وقت للجد وللعمل وللاحترام والبناء والتطوير والتعمير. احترموا نفسكم، اتقوا الله. بتكسبوا ما تكسبوا، بس اكسبوا باحترام، ما تكسبوش على سمعة بلد. ما يقعدوش يتفرجوا علينا بره الناس ويضحكوا علينا عشان انت تاخد لك 2 جنيه. لا، غير مقبول. فعشان كده انا بفضل الله كل حلقة ربنا بيسر قلبي بخبر. الخبر اللي فات دكتور اشرف زكي وقراره، خبر النهارده جهات التحقيق وقرارها. فانا بطلع مسرور بستريح. لوشا واللي كان عامل فيديوهات ليها علاقه بالحق واجيب الحق والحاجات اللي كنتوا انتوا بتشوفوها دي، انت ضد ليه ضد؟ طريقه الكلام دي ما ينفعش حد يتكلم بيه. ما ينفعش انا ابني ولا بنتي يقول لي في ايه انا هجيب الحق. ايه ده؟ وانتوا بتعملوا الفيديوهات، ما انا ساعات بعمل فيديوهات بالمناسبه، بس بطلع اعمل فيديوهات ايه؟ انصح نصيحه، اقول لواحد اتق الله في مراتك، اقول لواحد اتق الله في اصحابك، اقول لواحد ادعي لحبايبك، يعني حاجات في الاخر. يوم ما اقعد قدام نفسي كده قدام مرايه احترم نفسي. لكن انا اعمل فيديو عشان اطلع اكسب منه فلوس، فاقول كلام عيب واشتم ستات واشتم رجاله واشتم بنات واخش جولات. بنت هانم قمر بشوفها في الفيديوهات هانم، وطلع تقبلي على نفسك ان كروان ده يشتمك. سيده كبيره كده ما اعرفش يعني ليها التقدير والاحترام، طلع بتتكلم وكانها بتتخانق في خناقه مع جارتها على حبل غسيل. ايه ده؟ احترمونا بقى، احترمونا. احنا تعبنا كل ما ناخد خطوه لقدام ترجعونا 1000 ورا. كل ما ربي عيل ولا ربي ولد ولا ربي بنت انتوا ترجعوا تبوظوا اللي احنا بنعمله. اهرب من المهرجانات اقابل بتوع التيك توك، اهرب من بتوع التيك توك يقابلني بتوع التكاتك. ايه بقى؟
كفايه، ارجوكم كفايه. عايزين نبني البلد دي، عايزين يبقى شمس النهار الجديد اللي تطلع علينا تدفينا مش تحرقنا بكلامكم. ارجوكم اتقوا الله فينا، ارجوكم اتقوا الله في البلد دي. اخيرا عشان استقبل ضيفي معايا كام تهنئه نقولهم بسرعه عشان الحبايب والغاليين. معايا اول تهنئه النهارده يوسف وياسين محمد التركي، بقول لكم اللهم امين، اشوفكم في احسن حال، اشوفكم دكاتره مهندسين، اهم حاجه تسمعوا كلام الاب الغالي الحاج محمد التركي، واشوفكم قد الدنيا اللهم امين. التهنئه الثانيه اللي معايا لمريومه، مريم بنت قمر، بقول لك دائما وابدا اشوفك ناجحه، ويا رب اشوفك مهندسه، واسمعي كلام كل اللي يقولوا لك بنحبك، اسمعي كلام ماما، اسمعي كلام اخواتك، اسمعي كلام كل الناس اللي بتتعامل معاكي وانت بنت زي القمر. اخيرا وليس اخرا بقول تهنئه من القلب للسيد محمد انور، بقول لك كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد، عقبال مليون سنه، ويا رب السنه الجايه تكون في احسن صحه واحسن حال اللهم امين. بعد الفاصل هيكون معايا ساحر، دكتور، مهندس، طبيب، كل دول هيطلعوا من تحت ايدين المدرس المحترم كريم تمام. مدرس مهم جدا، عامل حالة غريبة جدا، عامل مفاجأة، عمل حاجة انا ما شفتهاش قبل كده. النهاردة انا هعمل لقاء معاه عشان اسأله وافهم منه ليه دائما وابدا مهتم انه يسعد كل الناس. عمل مفاجأة للطلبة بتوعه وطلع جايزة قدرها 30,000 جنيه. عايز اعرف طلعها ازاي وليه بيعمل كده، ده كله هنعرفه بعد الفاصل. خليكم معانا فاصل ونرجع تاني، فاصل نرجع. هذا البرنامج برعاية مصيبة والركة مسطرة، جودة عالية، فكرة واطية، حتة مافيا، 6-0 لبستا قاضية، اصحى ياضية مش خالصة بينا، لا مش خالصة بينا. كل لحظة وكل ثانية، كل تعب يهون عليا، كل صبري مر بيا، هي دي الفرصة، هي أكتر من وقت وأكتر، وأنا عندي أمل وبقدر، هي دي الفرصة، هي كل ده من تعب ايديا. الوقت ده غير الزمان، انت وانا ده حلمنا، الوقت ده الحلم حال. طيب بتاع الاستاذ ادم هنكسبه سبيكه ده. انت وانا ده حلمنا، الوقت ده الحلم حال، والدنيا حاجتين، بس هو كسبان او كسبانه 30,000 والقرعه بتاعتنا، فده ربنا يبارك له. يعني عايزين ايه؟ ربنا يسلمه الحال ويروح بيته او يروح بيتها على خير، فنفرح ونسلك لها من القلب. عايزين نرحب بيها ترحيب كبير قوي اكنها في بيتها، الاستاذه شهد ابراهيم. نسقف لها سقفه كبيره قوي يا جماعه. بس في حاجه معلش، يعني احنا جت في دماغنا حاجه، اسمعني معلش الحته دي بعد اذنك، عشان الحته دي حته مهمه. وانا صراحه لما عرضت عليها الفكره انا ما صدقتش، بس هي وافقت. احنا قلنا برضو عشان انا عارف ان الكلام ده ممكن يبقى كلام كبير ومش وقت احتفالات، بس انتوا مش اقل من اي حد، ان في شويه ظروف، في شويه قلق، في بره ناس واخواتنا، انت في نعمه كبيره مش عارفها، انت عايش بصحتك بحياتك بدنيتك، مش دريان بالكلام ده، انت اتولدت بس فلقيت الدنيا حلوه، ففي غيرك بره ده حرفيا في فلسطين. انا مش هقول لك حاجات كبيره يعني ومواعظ وكده، هو ما تخليش حد بس يقلل منك. عرضت عليها الفكره على جزء من المبلغ، بس هي وافقت بحاجه اكبر، ان هي تتبرع ب 50% من الموضوع، 15,000 جنيه لمستشفى الهلال الاحمر عشان نبعتهم لضحايا فلسطين.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل نكمل حلقتنا النهارده في برنامج بكل جراءة. وانا قبل الفاصل قلت عنوان لما يكون في ساحر. وكلمة ساحر دي يعني ايه؟ يعني بيقدر يفسر ويعمل حاجات عينينا ما تشوفهاش. اذا في كواليس. ليه؟ ازاي؟ وده اللي هنعرفه بضيفي اللي مشرفني النهارده، صفوة مدرسين مصر، الاستاذ كريم تمام. اهلا وسهلا بحضرتك، منورت. ازي حضرتك يا استاذ منور. محمد؟ بنور حضرتك، وشكرا على المقدمه الكبيره والحلوه دي قوي، الواحد ما يستحقش نصها يعني. تستاهلها. وانا خليني اقول لك على حاجه. انت النهارده اللي جابك معايا النهارده في اللقاء هو حاله الانتشار الضخم على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتتكلم معظمها دلوقتي عن مدرس طلع جايزه لطالب اسمها 30,000 جنيه. 30,000 جنيه رقم على الودن يخض. بيني وبينكم انا شكيت مين هيعمل كده؟ طلع 30,000 جنيه لطالب ليه؟ فهنا كان لازم اخد اجابه على سؤالي. 30,000 30,000 حقيقي طلعتهم فعلا. طلعتهم فعلا لطالب او طالبه بقى تستحق واسمها موجود وعنوانها والاكونت بتاعها وهي بترد علينا، وهي تستحق اكتر من كده بكتير، وفي غيرها يستحقوا كمان. بس 30,000 ده رقم ما سمعتوش يعني. انا اتجوزت ب 20,000 ف 30,000 كلنا كده. كلنا كده. طالب ياخد رقم زي ده كان غريب على ودني الحقيقه. ليه عملت كده؟ والله ليه عملت كده دي حضرتك دخلت في الموضوع على طول. يعني ليه عملت كده؟ هو ليه عملت كده؟ عشان الاحوال والدنيا والتعليم بتاعنا زمان غير التعليم دلوقتي. دلوقتي الطالب مش بس بيبقى عايز ان هو يجيب اعلى سكور واحسن حاجه، ده الطالب قدامه عقبات غير بس العقبات الماديه. هو الطالب بيتحدى تيك توك، يوتيوب، كلنا بنتحدى الحاجات دي. صحيح. سوشيال ميديا، كل الحاجات دي بتجيب الطلبه كلها لورا في اتجاه بعيد عن التعليم. اكيد مش هيبقى هو ده الرغبه الاولى بالنسبه له للتعليم. ففكره ان انت تديله دافع او تديله حافز او تخلق عنده دوافع جديده ان هو يتعلم، فلازم تبقى قيمه الجائزه كبيره قصاد المجهود اللي هو هيعمله، قصاد المستوى اللي احنا عايزينه منه، قصاد التحديات الكتيره اللي انا قلت لحضرتك عليها موجوده دلوقتي. حضرتك قلت في فيديو انا شفته لحضرتك انك هتفتح مشروع لطالب ويكسب منه مبلغ. فانا لما انا شفت الفيديو، انت هتشغل الطلبه، انت هتخليهم يروحوا المهن تانية، انت ليه؟ كنت تقصد ايه بالفكره دي؟ ده حضرتك وفريق الاعداد انتوا مظبطين كل حاجه. انت عامل حلقه على السوشيال ميديا. تمام. انت رغم ما شاء الله صغر سنك، بس لما يبقى السوشيال ميديا كلها واقفه عند فكره ان مدرس قرر يشغل طلبه، قعدت اسرح يا ترى شغالهم في ايه ده؟ فقعدت اسرح كتير فيها. هو تمام. هو الكابشن فعلا اللي كان في بدايه الترم، بدايه التعارف وعقد الاتفاق. انا حتى بقول للولاد اول ما بتقابل معاهم في القاعه او في السنتر ان هي الرحله دي احنا كلنا لازم ننجح فيها، كلنا عايزين نعدي بالمركب. يعني لو واحد مننا وقع انا هقع معاك، فاحنا عايزين كلنا نعدي بالمركب ده لبر السلام، وبر السلام بالنسبه لنا هو التفوق. فكان الكابشن بالنسبه لنا والبدايه بالنسبه لنا ان هي شغلنا. كله بيسعى حوالين ان هو يكون حالته الماديه احسن وتفاصيله احسن، سواء في هدوم في معيشه. فاحنا قلنا ان احنا هنخليها في اطار ان هي شغلانه وعقد اتفاق هنتفقوا مع بعض. الشغلانه دي قيمتها 30,000 جنيه تقدر تكسبهم، بس مش هتشتغل في حاجه تبعدك عن الدراسه، بالعكس هي شغلانتك مش هتاثر على الدراسه. وده فعلا كان الفيديو اللي احنا قلناه، ان انت بتفوقك ده يبقى احنا خلقنا لك دافع زي ما قلت لحضرتك، دافع قريب هم 30,000 جنيه. وكانت الوظيفه بتاعته والبنوته يعني هي اللي كسبتها، وفي كتير قوي يستحقها، وفي حاجات كتيره لسه هنعملها كمان. طيب في سؤال جالي كده، سؤال الشيطان. يعني الشيطان بيقول لي في ودني، يقول لي ما الطلبه كده رايحه له، وكده الطلبه راحه تاخد عنده الكورس لانه هو بيدرس بطريقه سهله وبسيطه. ايه اللي يخلي واحد والطلبه كده جايه له، هو مش بيستدعي طلبه من بره، الولاد اللي معاه فجاه يروح قايل لهم يا اولاد انا هعمل مسابقه، اللي هيفوز فيها مسابقه دراسيه، اللي هيفوز فيها يكسب الرقم ده. طب مش انت اولى بالفلوس بصراحه؟ يعني لو انا منك، ما انتوا كده جايين، انا ادفع، يعني ليه ادفع؟ انت ليه عملت كده؟ بس جاوبني جواب يعني. طبعا هقول لحضرتك من القلب، يعني مش هزوق في الكلام ومش هقول كلام مسترسل زي ما بنقول. بس حضرتك قلت كلمه في وسط الموضوع هي جاوبت على السؤال. هو احنا نديهم 30,000 عشان هيغني صوته حلو، ولا عشان بيعمل حاجه؟ لا، احنا نديهم 30,000 عشان ذاكر، عشان اجتهد، عشان نقدر نطلع جيل، نرجع مش كلام شعارات، نطلع جيل بجد عايز يتعلم، ونقدر نغير المفهوم شويه بتاع التعليم. ويمكن ربنا يجعلني انا وجيل كتير من الشباب سبب ان احنا نغير المفهوم ده.
ليه ال 30,000 جنيه؟ لا بص انا مش عايز اجاوب. انا عايز مش عايز يجاوبني. لا هرجع للاجابه. ليه ال 30,000 جنيه؟ هقول لحضرتك باختصار. هو ممكن تشبيه حتى عشان الناس تفهمه. طيب. هي شركات المحمول اللي موجوده كلها في البلد دلوقتي موجوده، هل هي محتاجه ان هي تعمل لنفسها دعايه؟ اكيد لا، احنا معظمنا اشترى خطوط، واللي معاه خط مش هيشتري خط تاني، واللي معاه خط بقاله 10 سنين حتى كده لو ما عملتش دعايه اوريدي هو هيكمل في الرسائل والاتصالات والدنيا معاهم تاني. طب ليه هم بالظبط؟ طب ليه هم بيعملوا الدعايه بالشكل ده كله وبيعملوا مكافآت وبيعملوا حاجات مع اختلاف التشبيه؟ غير حاجه واحده بس. الحاجه دي هي المجد. هو عايز يعمل مجد ليه شخصي ومجد للعميل. بس انا مش معايا عميل، انا رسالتي المفروض اكبر شويه ان انا معايا الطلبه دول انا عايز اطلعهم في احسن حال في احسن صوره. ده دوري. لو ربنا مشاور على مستر كريم دلوقتي وبيديله 100,000 جنيه مثلا، فانا لو 100,000 جنيه باخدهم دول على تعبي على مجهودي، من حقي ان انا اشتري بيهم حاجه، من حقي ان انا احوشهم عشان الزمن والظروف، ومن حقي ان انا افكر فكر تاني بره الصندوق، ان انا استثمر منهم 30,000 استثمرهم في الخير مش شو. يعني اللي كسب ده ربنا يعلم، يمكن ربنا مشاور عليه هو محتاج واسرته محتاجه وربنا يكرمه. احنا كلنا بنبقى سبب عشان نسعد بعضنا، فهو بتعبه ده ومجهوده او تعبها ومجهودها دي. فكان ده الفكر بتاعنا ان احنا عايزين نخلق دوافع نعمل مجد لينا وللطلبه بتوعنا. عايزين الطلبه بتوعنا يكونوا منورين في احسن صوره، ونتغلب بقى عن كل المشاكل اللي انا قلت لحضرتك عليها من تيك توك وفيديوهات. وكلنا بنمشي في الحاجات دي، بس ادي كل حاجه وقتها. ودي رسالتي ليهم على طول، بقول لهم كده في القاعه: ادي كل حاجه وقتها. سؤال، وانت في المدرسه كنت بتتمنى حد يديك هديه؟ يعني جه عليك يوم من الايام حد سالك مسابقه او سابقه دراسيه وقال لك انت ليك مكافاه؟ حصل لك ده وانت صغير؟ ده انا كان نفسي امنيه. ده انا من ضمن الحاجات برضو اللي مترسخه في عقل الواحد. انا مش عايز اخد الموضوع يبقى روتيني قوي وجد. هي حته الهدايا دي، الواحد كان بينشأ على حد يشجعه ويشاور عليه يطبطب عليه يقول له مثلا برافو. في طبعا مدرسين وكان في كتير قوي اتعلمنا منهم الحاجات، بس كانت طبعا على قد يعني يعني 5 جنيه كمان و5 جنيه والحاجات دي. يا نهار ابيض، كنا بنعمل فرح يعني عشان يدينا حاجه زي كده. بس كانت بتفرق الحاجه البسيطه. فالواحد لما لمس ان الحاجه البسيطه والمكافاه البسيطه دي تخلق دوافع، يا نهار ابيض، ده انت كنت بتروح من المدرسه ميت مقتول، لا تمسك الكتب وتذاكر عشان انت ده اللي كنت بقول لك عليه. مش بس قيمه ال5 جنيه في ساعتها وسط زمايلك وانت التكريم الاول وي لا بتخلق. ولو ما كسبتش انا وحد تاني كسب، يا نهار ابيض على الغل، بس الغل الايجابي اللي جوه الواحد، ان انا لازم انا المره الجايه اللي هتكرم وانا اللي هاخد ال5 او ايا كان يعني القيمه او لو حد المدرسين. فدي من الحاجات اللي اترسخت عندي، ان الجانب النفسي بجد هو يوازي الجانب التعليمي من لم يكن يفوق عليه كمان. اخلق دوافع، حبب الطالب في التعليم، حببه في شخصيتك انت كمان. يعني الجوائز القديمه دي بتفرق كتير. بيقولوا عليك ان انت قدرت تدور على المفتاح المفقود في ماده الماث. بيقولوا عليك انك قدرت تفهم الماده تدخل عقول الطلبه ازاي. العلم طول الوقت بماده الماث الناس الطلبه بياخدوه، بيفهموا بالقطعه، بيفهموا بالحفظ لغايه ما يروح الامتحان يأدوا، وبعدها بينسوا تقريبا الماده. انت وجدت طريقه ومفتاح مفقود انك تزق العلم بإبرة ناعمه جدا فيتحول الحياه من علم لحب. قدرت تعملها ازاي دي؟ ربنا يقدرنا فعلا ونكون قد الكلام اللي حضرتك بتقوله ونكون فعلا بنعمل كده. بس زي ما قلت لحضرتك انا بشبه، كان على طول عندي غيره في حته الانجليش مش الماس، مش مادتي. ليه الانجليش؟ الماده مثلا من ضمن المواد اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. صح. كلنا كل واحد مننا اعتقد وحضرتك برضو بعد ما اتعلمناها طبعا بعد ما اتعلمنا بنستخدمها. بقى التعليم ليه قيمه، ليه هدف. الماس بقى هو اساسا الناس ما بتعرفش هي بتتعلم ماس ليه اصلا، يعني بغض النظر هو ماده صعبه ومعقده. طب انا هستفاد ايه في حياتي بالماس؟ لو قدرت توصل المعلومه من الاول خالص الطالب ان الماس ده هو مش بس ان انت بتحل ايكويجن او بتحل حاجات كومبليكيتد شويه معقده، لا ده بيغير لك مفهوم حياتك كله. انت في اي حاجه حياتيه، في اي حاجه في اللايف ابلكيشن بتاعتنا في حياتنا اليوميه، انت بتخش بتقدر كل الجيفن، كل المعطيات اللي عندك. انا ادواتي 1 2 3 4 ازاي اطلع احسن حاجه منهم. فده الماس. هو انا بشرح لك مفتاح، بشرح لك الحلول، طرق الحل. او الدرس بتاعنا 1 2 3 4، تعالى نعمل بقى 20 30 مشكله حواليهم تحلهم بالمفاتيح دي. فانت بتحل مشاكل في الماس دلوقتي بتحلها في حياتك بعد كده، بتقدر ايه معطياتك، ايه امكانياتك،
اللي تطلع منها احسن انتاجيه. فاي مشكله في البيت، مشكله في الشغل، كل المشاكل دي تقدر ان انت تحلها لو انت عارف امكانياتك والجيفن المعطيات اللي معاك. فدي كان من الحاجات الماس اللي مفقوده للناس، فاكره ان الماس ملوش قيمه يعني. بشوف بعض المدرسين اللي زي حضرتك كده، بشوفهم بيطلعوا على السوشيال ميديا بودي جارد وعربيات ويقولوا الساحر بتاع اللغة العربية، الامبراطور بتاع الماس. بشوف كده وتلاقي عربيات جيب وناس نازلة وبودي جارد وانت ما وصلتش من الشهرة انك تعمل كده، ولا انت بعد فترة هتعمل كده، ولا انت اصلا رافض كده اصلا؟ هو الاجابه المفروض الدبلوماسيه اللي تتقال بقى طالما في التلفزيون، انا رافض اعمل كده لا قول لي انا اجابه مالهاش دعوه مالهاش دبلوماسيه. والله رافض اعمل كده. ليه بقى؟ برضه نفس الاجابه. ليه بقى؟ هقول لك، هتصدقني طيب في الموضوع ده حضرتك؟ طيب هو انا ليه هجيب بودي جارد؟ ايه المعنى البودي جارد؟ المفروض حمايه من مين؟ من طلبه انا بحبهم ومفروض هم بيحبوني وبشرح لهم هيحموني من مين؟ من اعداء. دول طلبه، دول اخواتنا واولادنا اللي موجودين اللي احنا بنشرح لهم. عشان طالب يقرب منك عايز سؤال مش عارفه فانت تبقى اقرب واحد ليه يحس ان في جاب وفي مسافه، ده انا المدرس بتاعه. او لو حد بيحبك وربنا مشاور عليك في الفتره دي وعايز يتصور معاك تقول لا طبعا، فانت تشرح له وتتصور معاه وتتكلم معاه وتجيبه وتحميه. مين يحمينا من ايه؟ يعني الحمد لله لو ربنا الواحد ميسر له الحال في دي ويقدر يجيب حاجه زي كده، بس دي من الحاجات السلبيه جدا والنقط اللي مش كل المدرسين بيعملوها، هي فئه قليله واحنا بنرفض يعني الجزء ده صراحه. فدي لا، دي من الحاجات البعيده قوي والواحد ما يقدرش يعملها. بما انك اول مدرس يطلع جايزه كبرى بالحجم ده، لما بتلاقي او لو عرفت او اكيد هيحصل ان في بعض الناس هتقلدك، يعني واحد يقول لك ايه، هو كريم طلع 30 اطلع انا 32 وابقى انا استاذ المنافسه واعداء النجاح. في بعض كمان اعداء النجاح، انا عايز ده سؤال مركب شويه. الجزء الاولاني اللي بيقلدك، الجزء الثاني في ناس بتستغل نجاحك ويعملوا لجان على السوشيال ميديا ضدك في ان لا مش حقيقي، لا ده ما بعتش حاجه لحد، لا ده ما كسبش، لا ده فيك. قول لي بقى بتتعامل مع الامور دي ازاي؟ انا نفسي حضرتك تقول لي انت بتعرف المعلومات دي ازاي؟ ما هو اصل ما شاء الله انا ابقى اي ضيف هيجي هنا انا هتابع بيعمل ايه، وانا قبل ما اعرفك اساسا انا متابعك، مدرس سنه صغير، الفيدباك عالمي، الولاد قربوا يعملوا لك اغنيه زي مو صلاح فمش فاهمك الحقيقه يعني. في مو كريم بقى ولا انا ان شاء الله في خطه باذن الله. فقول لي المنافسه بتعمل فيها ايه؟ المنافسه باختلاف المراحل بتاعت السن كانت بيبقى في منافسه اكيد بتبقى شريفه، ان انت بتشرح بطريقه معينه في غيرك بيشرح بطريقه ابسط، طالما في الخير وفي فايده للطلاب فدي مفيش فيها اي مشكله. اتنقل الموضوع لحاجه تاني، ان هم بقى ينقلوا الراجل ده نجح في حته فاحنا تعالى ان احنا نوقعه. انت بتشجع يحاولوا يوقعوك يعني. طبعا ده طبيعي، واي حد الحمد لله يعني لو الواحد يفترض نفسه من الناس الناجحه في اي حد ناجح ده بيبقى ليه التفاصيل بالظبط. فتيجي تشرح مثلا تعمل مراجعات على اليوتيوب احنا بنعملها فري، حتى مش ماكتفين القناه يعني، ده خير للناس انت مش عايز منها اي حاجه. تلاقي الناس برضو بتحاول توقع لك القناه، تحاول توقع لك، هي اذيه فقط لا غير. طب بتعمل حاجه مثلا تحفيز للطلاب، فلوس، جايزه، حاجه كتشجيع ليهم، وزي ما قلت لحضرتك ده بتبقى احنا بنبقى سبب، هي مش شو، هي سبب ربنا مشاور بس على كريم ان هو يساعد دي، زي ما ربنا شاور على حد تاني يساعد كريم. فانت بتعمل كده من باب المساعده. انا الحكايه بالنسبه لي هو مش بستقطب طلبه، ما هو عندي بالظبط، انا هم دول عندي، انا مش هستقطبهم يعني. هو لو حد فكر فعلا من المنافسين او الناس اللي هي بتحاول توقع او الاعداء زي ما حضرتك سميتهم شويه، فهيعرف ان انا اوريدي عندي الطلبه دي، ما كده هم جايين، عملت جيف اواي، عملت هديه، ما عملتش هم كده جايين. فابتدينا لا كنت بتضايق ان الناس بتنقل مش يعني انا اسف دي كلمه بتنقل، دي كلمه شيك، هم بيغشوا. طب ازاي انت تبقى مدرس بتحاول تقول لطالب ما تغشش؟ ما تغشش وانت بتغش. انت بتغش، انت حرفيا بتغش يعني. انت بتغش الجايزه، بتغش التكريم، بتغش الاحتفال، بتغش مسكه الماركر، بتغش المراجعات نفسها اللي احنا بنشرحها. بس بعد فتره مش هتدعي المثاليه، بعد فتره بقيت عارف حضرتك خلاص انا ما بقتش، لان المسافه بعدت بيني وبينكم. المسافه بعدت، وطالما بتغش، مع ان ده مش صح يعني، بس طالما بتغش في الخير وطالما في ناس تانية هتستفاد من دي وهتتشجع فهو طالما ربنا يحاسبني على النيه، طالما النيه من جوه خير للطلاب فخلاص انا مسامح يعني، انا مسامح في الموضوع ده. سؤالي لكل ولي امر، احساسك ايه لما ابنك بيروح ياخد محاضره او كورس او حصه سموها زي ما تسموها، ويرجع لك يقول لك يا بابا انا كسبت 30,000 جنيه،
30,000 جنيه يعني ممكن ادفع مصاريف مدرستي، ويمكن احط كمان معاك في الجامعه واجيب لبس واجيب حاجات. لما سالت مستر كريم على الحكايه دي، هو اعتبر ان ده جانب بتعامل مع الجزء اللي فيها لله بقى. انا ربنا بيكرمني فانا هحاول اساعد، فهي حلقه هو شايف ان هو سبب من اسباب انه يكون سبب ربنا اختاره يكون سبب لرزق حد. سؤالي بيقول، هل يا ترى انت بقيت السنه الدراسيه حياتك كده مفيش هدايا للناس؟ يعني الطلبه دول مش هنفرحهم، اللي بيشوفونا كمان دلوقتي مش هتفرحهم تقول لهم انا عامل هدايا تاني، انا عامل مفاجاه قريبه تاني، انا عامل مسابقات تاني، ولا هي الحكايه خلاص هي مره وخلصنا؟ لا 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 لا، ده هو زي ما قلت لحضرتك، هو مبدأ وهو حاجه الواحد مقتنع بيها، ان الجانب التحفيزي والتشجيع، مش عايزين بس نتكلم في الحته دي بس ارد على حضرتك فيها. لا، الجانب العلمي كمان بياخدوا ماده علميه، الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا يكرم ويكمل معانا بنفس المستوى ونفس النتائج بتاعت الطلاب دي. طلابنا الحمد لله من الاوائل يعني على المحافظات والادارات. بس احنا هنكمل عشان حضرتك عايز تاخد مني حاجه. عايز اخد منك، عايز اجابه قاطعه. لا لسه هنكمل، وفي مفاجآت كتيره قوي، وفي حاجات كتيره بنعملها، وعلى طول بتلاقينا قريبين من الطلبه، عشان ده مبدئي. ده حتى كان في سؤال حضرتك قلت انا ما ردتش عليه، حته الاسماء والالقاب، هي مترابطه بدي. هتلاقينا في رمضان اول ناس عاملين فطار كبير للطلاب وقريبين منهم وبنجمعهم. هتلاقي الناس الاوائل معانا والمتفوقين ليهم حفل تكريم محترم في اجازه نص السنه، بيبقى فيه جيف اواي وفيه هدايا اكتر من كده بكتير. ولازم تخلق لهم الدوافع، يعني التشجيع والتحفيز ده معانا باستمرار، ولازم تبقى قريب منهم وتبقى وسطهم. فده بس مش نهايه المشوار ال 30,000، احنا عملنا قبل كده سبيكه ذهب، وعملنا قبل كده رحلات عمره. فاحنا عايزين رحلات عمره لطالب لولي الامر بقى، مش لولي الامر. يعني هم الخير والبركه، اولياء الامور هم الخير والبركه، ولازم يحصدوا. هو استثمارنا كله في اولادنا، هو ده اهم استثمار بالنسبه لنا. انا ممكن ابعت ابني عندك واعمل عمره. ده انت ينور يا استاذ. الله يكرمك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. استاذ كريم، الحكايه انا بشوفها من زاويه تانية خالص. ان انا ابعت ابني ياخد ماده علميه، ومن الدقيقه 1 للدقيقه نهايه الكورس دي بياخد ماده علميه بس. انا بشوف ان في ناس بتقعد تهزر وتضحك، ما تهزر وتضحك وتبسط الطلبه في حدود ان هم ياخدوا ماده علميه بجد. يعني ما يبقاش انا بعت ابني عند عزب شو، يعني مش بعت ابني يضحك، انا بعت ابني يتعلم. فبشوف وانا بقول ده بجد، انا بعيد عن حضرتك، ده موضوع بجد. هي فكره ان لا، انا بعت ابني يتعلم، ما تقعدش تضحكه وتبقى عسل. مش عايزينك عسل، عايزينك تعلم ابننا، عشان احنا في الاخر لما ابننا ينجح نقول عليك عسل. ده ارجوك. طيب، هل يا ترى عندك امل انك تشوف طلبه طب وهندسه واوائل كليات من فكره الزرعه اللي انت بتزرعها؟ انت بتعمل زرعه، انا متأكد انت مزارع. بالنسبه لي انت بتزرع شجره كبيره اسمها طالب علم، وممكن يطلع عالم. عندك امل ان يطلع في يوم من الايام من تحت ايدك عالم في اي حاجه؟ هو ده السؤال اللي انا كنت عايز ارد على حضرتك عليه، بس هو عدى في وسط الاطار. حته الالقاب، انت حد بيقول عليك لقب مش عارف امبراطور الماس. امبراطور الماس. عمري والله عمري ربنا حاسبني على الحلفان، ولا ببقى حابب كده، بالعكس بتحرج جدا. انت ليه اصلا يتقال عليك لقب؟ حتى في اي كتب لينا، في اي حاجه، عمري ما نكتب حاجه زي كده ولا نقول كده. هو احنا سبب عشان نخلي الطالب اللي حضرتك بتقول عليه الزرع ده هو اللي يبقى ليه لقب، هو اللي يبقى دكتور، هو اللي يبقى مهندس، هو اللي يبقى عالم، هو اللي يبقى وزير. انت دورك كده، زي ما قلت لحضرتك مش هتدعي المثاليه، بس ده وظيفتك اللي انا حاببها. انا راجل كليه تربيه، انا راجل تربوي، فدي وظيفتي. انا عايز الطالب اللي قدامي او الطلبه اللي قدامي دول هم دول اللي يكونوا ليهم القاب، دكتور كذا، المهندسه كذا، العالمه كذا، الوزير كذا. هم دول بجد هم دول الاستثمار بتاعنا، او اولياء الامور بيبعتوهم لينا كامانه لينا. وزي ما بقول لحضرتك يعني ربنا يحاسبنا على الكلام اللي احنا بنقوله ده، مش انت بتقول كلام مسترسل او كده، ده كلام نابع من القلب. فاي القاب دي راجعه ليهم. هو حد يطلع من تحت ايدينا الحمد لله، هو واحد شكله صغير بس عشان بيدي المرحله الثانويه، فبسرعه بتلاقي كل 3-4 سنين ييجوا يسلموا علينا في القاعات. انت مدرس بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي اكاديمي يعني 9 سنين، داخلين في 10. 9 سنين. والله شكلك ما انا 32. لا انا حبه حلوين. طيب، لو انا فجاه سمعت حد بيقول الهضبه كريم تمام وعمل لك لقب زي ده على السوشيال ميديا، وانت بقيت الهضبه في ماده الماس،
لا هو الهضبه بيضايقك واحد بس، ولا؟ الهضبه واحد بس. لا في الماس لا تتضايق؟ مش اكيد مش هتضايق، يعني ما فيش حد، يعني ما احنا بشر اكيد هتبقى مبسوط، بس انا بتحرج والالقاب دي مش بحبها، مش وصل طبعا خالص خالص. هو مدرس، انا فرحان باللقب بتاعي ان انا مدرس. كريم تمام ده لطيف جدا، وده احسن لقب بالنسبه لي. حد جالك قال لك انا نفسي ادرس عندك وظروفي صعبه مش قادر ادفع، معيش فلوس، هتهرب منه وتقول له عينيا وان شاء الله وبتاع، ولا هتاخده عندك وبعد ما تاخده عندك تعامله ان هو مش دافع فيبقى اخر واحد في الاسئله واخر واحد في الاهتمام؟ الراجل ده او البنت دي او الشاب ده اللي ما دفعش، هل يا ترى ممكن في يوم من الايام ياخد جايزه لو اجتهد؟ تعمل ايه في الحكايه دي؟ فعلا بيجي لك ناس مش قادره وانت بتساعدها؟ بمشيها على طول من السنتر، على طول بمشيها. لا طبعا ما شاء الله عليك. لا يعني هقول انا مش عايز اصلا اتكلم، انا بهزر عشان بتكسف اصلا، مش هينفع اتكلم في حاجه زي كده. جاوبني. ما هو اصل ده حاجه انت ما بينك وبين ربنا، فانت مستحيل ان انت تطلع تتاجر بيها او ما مش تتاجر. ممكن انا تبقى بس الناس اللي قاعده في القاعه دي نصها ما بتدفعش فلوس او امكانياتها، ممكن اللي كسب ده كذا، ممكن الناس بنساعدهم بره كمان ان هم ما بيدفعوش فلوس في الدرس. يعني انت ما تعرفش القاعه دي اللي موجوده نصها ولا ربعها ولا كلها، هو ربنا لو مشاور عليك بسبب انت اعمالك انت وعلاقتك بربنا. فدي حاجه صعب ان احنا ممكن نتكلم او نتعافى فيها. وهقول لك حاجه تاني، ولو في حد من الشباب اللي اشتغلوا معانا قبل كده او عارفيننا والله يعرفوا الكلام ده. انا لما بيجي مثلا ساعات بيكتبوا كده اسماء الناس اللي هي بيبقى عندهم ظروف صعبه او حاجه، يعني ايا كان المسمى، او ما يقدروش ان هم يدفعوا او كده، والله 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 وحياة بناتي، انا عندي بنوتين يعني دول اغلى حاجه عندي في الحياه، والله ما برضى ابص على اسمائهم لسبب بسيط، ان واحنا بنحل وحد بيتكرم وحد بنقول مثلا جيف اواي او هديه، ما هو انت برضو بني ادم والنفس اماره بالسوء، ما الشيطان ما يلعبش في دماغك في سنة. طب ما دي فري مثلا، طب ما انا مش هدعي زي ما قلت لحضرتك المثاليه، ما هي ما بتدفعش فلوس او ما بيدفعش فلوس، خلاص خلي حد تاني يحل ويكسب او كده خالص. والله يعني انت ما بتبقاش عارف اسمائهم؟ والله ما بقول لك وحياة بناتي ما بعرف مين هم اصلا اللي قاعدين في القاعه دي، ممكن تبقى نص القاعه اصلا كلها فري وانت مش عارف مين، وانا ما اعرفش مين، عشان ربنا يحاسبني على النقطه دي. ما تجيش يعني في لحظه كده تقول الكفه دي طب ما ده بنديله ببلاش، طب ما ايه ما نكرم حد، ما نحفز واحد تاني او كده خالص، ما بقاش عارف. وكله بيتعامل سواسيه بنفس المعامله بنفس الابتسامه بنفس الحزم، لو في اي مشكله لو في اي غلط، الحصه مش كلها تشجيع وكلها تكريم، نفس المعامله دي اللي زي ما قلت لحضرتك الامانه اللي اولياء الامور باعتينها لينا، احنا هنحاول نسلمها لهم على اكمل وجه. وهي الحته دي الواحد برضو قدر يوصل لها، ان انت ما تشوفش اصلا مين هم الناس دي. في حد في حياه كل واحد فينا بيبقى بيأثر فيه بشكل كبير، يعني في واحد مرتبط جدا بأب او بأم او بأخت او بصديق بيبقى بيأثر فيه في حياته. الجانب ده ما اعتقدش الطلبه ولا اولياء الامور ولا اللي يعرفوا حضرتك دخلوا للمنطقه دي، فكره نقطه ضعفك مين من اهلك من قرايبك، مين اللي بيأثر فيك، مين اكتر حد بتتمنى تبقى قاعد جنبه يطبطب عليك وقت الضيق، مين الشخص ده؟ لا هو الشخصين دول هو ما فيش غيرهم، هو الاب والام. يعني الاب والام دول حاجه نعمه، كل ما انت بتكبر لا 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 الموضوع بيبقى مختلف، وبتحس بقيمتهم قوي، وبتحس بقد ايه هم غاليين بالنسبه لنا وكبار بالنسبه لنا قوي. فلا انا ابويا وامي دول يتشالوا فوق 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 الدماغ على اللي هم عملوه معايا وعلى لا 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 ده قصه كبيره قوي. ده انا والدتي، انا عارف ان المثال ده في ناس كتير بتقوله بس ما هو حصل. ايه بقى؟ احنا الحمد لله عيله متيسره يعني، بس انا والدتي في عز الشده وكان في ظروف ماديه احنا موجودين فيها، وانا كبير راجل مسؤول في الجامعه وفعلا محتاج كورس معين، حاجه معينه هتنفعني في الكمبيوتر، هينفعني في شغلي، والله ما بخلت. وكان في ظروف بنمر بيها وهي عندها ازمه صحيه ربنا يعفو عنها ويشفيها، يا رب والله يا رب ما بخلت. يا رب يعني تكون لحظه اجابه من رب العالمين. اللهم امين. يشفي حضرتك ويشفي كل مريض، ودعوه من القلب لوجه الله ربنا يشفي حضرتك ويشفي امي ويشفي كل امهاتنا ويرحم كل من فقد الدنيا. يديك الصحه واشكرك جدا ان انت خلفتي دكتور من وجهه نظري يعني يستاهل لقب، لانه بيبذل مجهود رهيب، مهتم بكل تفصيلة للأولاد. سمعت إنه بيقعد يسمع مشاكل الطلبة في وقت أهاليهم نفسهم ما بيسمعوهاش. فأنا بشكرك على يعني أستاذ كريم حاجة تشرف. ربنا يخليك، اللهم امين على كلام حضرتك ده. والله يعني تتشال ابويا وامي يعني الاثنين.
اخر غويشه ده، يعني كانت بتبيع للاسف عشان الضائقه الماليه بسيطه يعني مش جامده، بس عشان ظروف التعب والله ما ترد. انا عمري ما انسى المشهد، يا حاجه في واحد اتنين ما كملتش قالت لي اخر غويشه اهي. والله ربنا يحاسبني على الكلام اللي انا بقوله ده. ما ترددت ثانيه، وكتير. ووالدي اللي هو اللي خلانا كلنا، انا واخواتي كلنا رجاله، فاي خير انا فيه فانا بشكرهم. لو انا قعدتي حتى مع حضرتك هنا دي من الحاجات الجميله، فانا بشكرهم ان هم وصلونا لحاجه زي كده، وجمايلهم دي ما تتعدش خالص. وانا كمان بقول لحضرتك عشان انت يعني انا معروف عني ان انا بحب اهدي النفوس جدا. احنا عايزين كل غويشه راحت عايزين قصادها 4 فانت بحضرتك اقعدي سيبي عشان نرجع الحق لاصحابه. والله كنوز الدنيا كلها تحت رجلها. الله يكرمك يعني بجد. طيب نصيحه لكل طالب بيعرف مستر كريم تمام او لا، تنصحه بايه في الفتره دي يجمع ما بين الدراسه والعلم وحب الاهل؟ اديني روشته كده لكل طالب عايز يبقى في احسن حال، تقول له ايه؟ هو اول حاجه اللي احنا ختمنا بيه هو ابوك وامك ما يتعوضوش، عشان انا كنت قدهم، وبرضه كان بيحصل، هكلمك على ارض الواقع مش الكلام المثالي، بيحصل خلافات وانت شايف ان باباك بيشد عليك عشان عايزك راجل، هو مش عايز اي حاجه تاني غير ان هو يلاقي راجل في ظهره يعتمد عليه. امك اللي انت ممكن تعلي صوتك عليها او تتنرفز او هم الشباب عارفه الكلام ده في سن المراهقه اللي احنا بنشرح ليهم او بنتعامل معاهم، دول هم انت ماشي ببركتهم، انت مش عارف النعمه اللي انت فيها. يعني اسال حد جاي من الزمن كده، راجع لك من الزمن وكتير، دول ما يتعوضوش. ده رقم واحد، علاقتك بابوك وامك. اوعى تحط في دماغك خالص ان باباك قاسي عليك في حاجه معينه وعايزك احسن حد وعايزك راجل، ووالدتك ما فيش احن منها في الدنيا كلها. دي رقم واحد. رقم 2 هو نفسك، هو مخك، ادي كل حاجه حقها. دي النصيحه اللي بقولها لكل الناس من اول يوم. افرح، اوعى تقول لك ان انا بقول لك ما تقعدش على السوشيال ميديا او ما تقعدش على اليوتيوب او ما تقعدش على، لا اقعد وادي كل حاجه حقها، وروح الجيم واقعد مع اصحابك، ادي كل حاجه حقها. بس لما تيجي تقعد في حصه، لما تيجي تقعد تذاكر الساعه، فراعي ربنا برضو في الساعه دي. انت لو ركزت في الساعه اللي انت بتذاكرها هتلاقي هو ده طريقك. لما تشتغل وتركز في الشغل اللي انت فيه، ما تقعدش تقول ده مين قاعد، ده مين مكسل، والله هتلاقي نفسك انت اللي فارق عنهم وانت اللي منور. فالحاجات الصغيره ان انت تراعي ربنا في كل حاجه، ويعني زي ما بنقول كده او زي ما الحديث بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فاحنا لو كل واحد اتقن معاملته، اتقن دراسته، اتقن شغله، حالك هيبقى في حته تاني خالص. انا بشكرك جدا، بشكر الهضبه كريم تمام من وجهة نظري يعني، لاني بشوف مثال كامل للمدرس المحترم المتربي المتدين اللي بيراعي ربنا في الطلبة وفي اولياء الامور اللي بيتعبوا. بشكره على العلم اللي مش بيستخسره ابدا، بشكره على وقته في انه يساعد كل طالب في فكرة مشاكلك ايه في الدنيا، وانا جنبك وانا سندك، انا اخوك الكبير. عشان كده يوم ما هطلق انا عليه وابقى اول واحد اطلق عليه لقب الهضبة. فانا بشكرك جدا على وعد بلقاء تاني تشرفنا فيه، ونكون معاك في الجايزة الجاية بكاميرا قناة مصر البلد، ونيجي ونشوف فرحة الأولاد ونصورهم. بشكرك جدا لتاني مرة، شرفتني ونورتني مستر كريم. شكرا لحضرتك، إعلامي متميز وليك دور كبير قوي في حاجات كتير قوي. شكرا على كلامك الحلو ده، وزي ما حضرتك قلت هننتظر حضرتك إن شاء الله في التكريم الجاي. إن شاء الله. بقول لحضراتكم في كل مكان دائما وأبدا مش هننسى دعائنا لأهالينا في غزة. اللهم انصر غزة وشعبها، اللهم انصر غزة وشعبها، الله يرحم شهدائها ويشفي مصابينها، ويربط على قلوب كل أم فقدت زوجها أو مكلومة في ابنها. اللهم أمين، يرحم كل من فارق الدنيا في الدفاع عن الوطن. اللهم أمين، توحد كلمة الحق، كلمة العروبة، كلمة الأمل في شمس جديد ينور حياتنا. وخليكم دايما فاكرين رب العالمين هو أكبر سند وأكبر عون لينا. فادعوا معايا وادعوا في صلواتكم دائما وأبدا. اللهم انصر غزة وشعبها. أترككم في رعاية الله، تصبحوا على ألف خير. مع تحياتي محمد سامي وفريق عملي، أستاذ محمود النجار، أستاذ أيمن الورناني، أستاذ طارق كوبك. أقول لكم تصبحوا على ألف خير. هذا البرنامج برعاية